خير الكلام ما نبدأ به بالصلاة على محمد وآل محمد هي المصدر السعادة. وحبيت أشارك روتين يومي آخر أيام رمضان بين الفطور وبين تنظيفات العيد. تنظيف البيت في أواخر رمضان هو ليس مجرد روتين، بل هو نتهيأ لاستقبال أيضا العيد بقلوب صافية. وآخر طبخات رمضان إلها نكهة خاصة مزيجة بين التعب الصيام ولذة الإنجاز. أنا حبيت تشاركوني شنو طبقكم لليوم. اللهم اختم لنا رمضان ونحن في أحسن حال، وجمل بيوتنا بذكرك كما جملناه بترتيبه. وفوضى المطبخ اللي نشوفه قبل الفطور هي الفوضى الجميلة اللي راح نفتقدها قريبا. طبعا الطبق اللي انسحب من سفرتنا هو الشوربة في آخر أيام رمضان. أنتوا شنو الطبق اللي انسحب عن سفرتكم في آخر أيام رمضان؟ بديت أنظف. أول ما بديت بالمطبخ بديت بالثلاجة والفرش، المطبخ غسلته ورجعته وشليت الأغراض الرمضانية وضميتها. تنظيفاتي أنا أسوي قسم من البيت وقسم ثاني يوم أكمل. وحبيت أشوف آراءكم أنتن وين وصلتن بالتنظيف العيد. والتنظيف تسوونه بيوم كامل لو تسوونه بيومين؟ والثلاجة دائما أني إيدي بيها دائما أنظفها وقت اللي تحتاج تنظيف. وبديت أغسل الفرش وهنا خليت على صفحة ينشف وشريته وهنا كملته. بعدين فرشته هنا أنا وخرت الميز، خليته بالوسط خليته على صفحة. وهنا أنا بديت سويت الفطور. وفي هذه الساعات الأخيرة كأنه يودعنا مسرعا شهر رمضان، شهر المبارك علينا وعليكم. استمروا كل دقيقة بالاستغفار والدعاء للنفس والأحبة. ليرحل رمضان لكن ليبقى رب رمضان في قلوبنا دائما، ولنحمل قدسا من نوره في حياتنا اليومية. هنا كملت الفطور وصبيته. الحمد لله على كل نعمة كانت وهي كائنة. إذا وصلتوا لمشاهدة الفيديو لا تبخلوا علينا بلايك واشتراك. مشتريات العيد، فأخذنا هنا هذا الفستان ويا شال شوي يصير الشال أفتح من الثوب بس هو ما مبين بالفيديو. أما اللبسة الثانية أخذنا حجاب هذا أبيض قاط، سترة فوق بنطلون، وهذا السترة داخل السترة. هذا نطلع للمدرسة. بعدين أخذنا أيضا وياه كيلوت أسود، كان أسعارهن بالتخفيض هنا سوى 30. وأخذنا أيضا هذا البنطلون وباي وقميص سمائي، ويا أيضا هذا شوية أطواق الحجاب. أيضا صار على 34,000. وأخذنا هذا البنطلون أيضا وقميص ويا هذا التراب. أما الفستان هذا طبعا هنا عجبني وجبته، هو بلونين وبلوني لون بيجي وهذا اللون الأسود. وهذا التور كلش يعني نوعيته أحلى من اللي ناخذه القماش. من قدرته شفته بيضيق ردته بقي، وبعدين لا قلت خلنا نرجعه أخيط عليه نفسه. بقد ما حلو صورته.
صورتها قبل لا أرجع.